السلام عليكم. عندنا هاي جيب موديل 2019 ربدة قوية بالجير، واكو مشكلة بخطوط نقل بيانات كان باص. بعد ما تابعنا الموضوع بجهاز فحص السيارات تبين اكو مشكلة هنا بهاي الضفيرة اللي موجودة. شوفوا مثل ما جاي تشوفون هاي الضفيرة، هاي الضفيرة هنا تعبر خطوط نقل بيانات. شلون نعرف خطوط نقل بيانات؟ هاي مثل ما جاي تشوفون، شوف هسه هاي الخطوط صايرة على شكل ضفيرة، صايرة على شكل ضفيرة. هذه يسمونها خطوط نقل بيانات كان باص، ويسمونه الهاي واللو، يعني العالي والواطي. هنا تبين اكو عندنا مشكله بالضفيره، بس الحمد لله كملناها والامور تمام. وراح نراويكم شلون الربده ما موجوده وشلون الجير سليم. نجي نشوف نفحص الجير هنا. هسه الجير هنا ماكو اي عطل. سابقا كان يظهر اكو عندنا عطل هنا، خطوط نقل بيانات ما مضبوطه، ماكو اتصال بين عقل الجير وعقل المحرك. راح نشوف اكو ربده بالله يعلم. الامور طبيعيه، ماكو اي ربده. سابقا شنو المشكله بيها اخوي صاحب السياره؟ شنو المشكله اللي كنت تعاني منها سابقا السياره؟ ما تمشي، يعني الجير ماله يفصل كله جذريا عن الماكينه. يعني الجير نهائيا يفصل. ماكو يعني الجير ما يتحرك وماكو اتصال. تشغيله تشتغل سابقا السياره؟ تتاخر يعني 4 مرات 5 تاخير. هسه حاليا السياره تمام، ما بها اي عطل والامور تمام. والمشكله هي مثل ما قلنا خطوط نقل بيانات كان باص. وراح ننزلكم العطلات اللي تلقوها ان شاء الله بالجو الفيديو. نجي نشيك البريك هسه هنا. هذا البريك تمام. سابقا كان يظهر لنا اكو مشكله بخطوط نقل البيانات مال البريك، ماكو اتصال بين كمبيوتر البريك وكمبيوتر الجير. تحياتنا مرشد مهدي الناصريه، حي الشهداء، مجاور جامع المحسن، فاحص برمجه السيارات كافه انواع السيارات، تحديث كهرباء السيارات.